السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل المكشكشه معانا، الترند اللي قالب السوشيال ميديا كلها. خليكم معايا، تبقى خطوات سهله وبسيطه ان شاء الله. طبعا انا معايا هنا لفه جلاش ماشي، وعندي هنا مقدار كوبايه سمنه ماشي، هي مش سايحه قوي كده، تمام قوي ماشي. طبعا عندي صينيه، هدهن الصينيه كده، هقلبها كلها كده تمام كده، بس كده تمام قوي. طبعا هاجي كده اعملها كده لان هي اسمها المكشكشه. طبعا هفرد دي كده، ادينها دهنه بسيطه عشان اعرف اضمها معايا. هتتلف كده، طبعا هي هتبقى ورقتين مش ورقه واحده، كده 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 كده، تبقى بالمنظر ده. طبعا هتتلف كلها كده واحده واحده كده كده. طبعا هاجي هرصها كده، هتترص كده في الصينيه ماشي. برضو نفس الخطوه هعمل كده، نفس النظام كده، حاجه بسيطه بس مش كتير ماشي. وبرضو هعملها بنفس الطريقه ورقتين اهو كده، تبقى كده كده. طبعا الخطوات قدام عينك، حاجه سهله وبسيطه في نفس الوقت مش مكلفه كده ماشي. هرصها برضو بنفس الطريقه ماشي. هعمل واحده تاني ليكو عشان تشوفوها برضو بتتكشكش ازاي كده. برضو هعملها كده، هتبقى ورقتين اهو كده كده كده. حاجه تحفه 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 بصراحه، وقلبت السوشيال ميديا كتير جدا. انا قلت اجربها، انا ما عملتهاش قبل كده، قلت اجربها معاكم ونجربها مع بعض كده برضو كده. طبعا انا كده وريتكم الطريقه بتاعتها، هكمل بقى وبعد كده ارجع لكم تاني اوريكم في الصينيه تبقى عامله ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصتها. طبعا هي كده لسه ما خلصتش، بس احنا كشكشناها كده. انا هنا معايا كوبايتين من اللبن، لبن الحليب ماشي. عندي بقى كيس كريم كراميل. طبعا هنحط في كيس الكريم كراميل كده ماشي على اللبن. طبعا محدش يحط فانيليا ولا اي حاجه، لان الكريم كراميل فيه كل حاجه، يعني هو مش محتاج اي شيء ماشي. هندوبه كويس كده جدا كده ماشي. طبعا خطوات سهله وبسيطه جدا. بعد كده هنيجي بقى هنا واحده واحده كده، وهنسقي المكشكشه كده واحده واحده ماشي كده. بصراحه يعني الريحه جميله، برغم ان انا لسه ما دقتهاش، بس تحفه بصراحه كده ماشي. هي كده خلصت معايا. هدخلها الفرن لمده نص ساعه، ربع ساعه بالظبط، وبعد كده هشغل الربع ساعه التانيه على الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي الجميل كده، وهرجع لكم تاني اوريها لكم. ورجعت لكم تاني بعد ما دخلت المكشكشه الفرن. طبعا هعمل العسل بتاعها، كوبايه من الميه، كوبايه من السكر ماشي، مع عصره من الليمون ماشي. وهسيبه يغلي وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد المكشكشه ما طلعت من الفرن، هو ده شكلها قدام منكم. طبعا هنسقيها بقى الشربات بتاعها كده ماشي. الناس طبعا على حسب بقى الذوق، في ناس بتحب الشربات كتير وناس بتحب الشربات قليل، فدي طبعا ده يرجع لذوقكم انتوا ماشي. طبعا هي كده. طبعا مش هينفع ان احنا نقطعها دلوقتي، في ناس بتقطعها قبل ما تدخل الفرن، وفي ناس بتقطعها بعد ما تطلع من الفرن. طبعا بالظبط 10 دقايق كده تبرد معانا، وهوريكم شكلها بعد ما تخلص. طبعا رجعت لكم بعد ما خلصناها وبردت خالص وقطعناها. بصراحه تستاهل ان انتوا تعملوها وتجربوها، تحفه تحفه تحفه. عامله زي الفطير، حاجه كده جميله، عسل على كراميل على حاجه جميله بصراحه. تستاهل ان انتوا تجربوها، وفعلا تستاهل ان هي تاخد الترند بتاع السوشيال ميديا. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا وتكونوا استفدتوا مني، ويكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.